صافا بخير كلشي مزيان. هذا الفيديو لصحاب الاولى باك والثانيه باك كاين 4 ديال الامور اللي خصكم تعرفوهم وخصكم توجدوا لهم باش تدوزوا احسن وانجح سنه دراسيه وباش تفرحوا الوالدين ان شاء الله بالباك وتفرحوهم بواحد النقطه واعره. القضيه الاولى هي السنه الدراسيه كتبدا بدياغنوستيك تيست او اختبار تقويم تشخيصي. الهدف من هذا الاختبار التقويم التشخيصي هو ان الاستاذ كيعرف نقاط القوه ونقاط الضعف ديال التلميذ في هذيك الماده. اذا ما فيها باس تراجع شويه دوك الدروس اللي قريتو العام اللي داز باش تخدم مزيان في هذا الاختبار التشخيصي والاستاذ يكلاسيك مع التلاميذ الشداد الصحاح اللي كاينين في القسم. القضيه الثانيه هي ان الكتاب او المقرر الدراسي اللي كتخدموه باللغه الانجليزيه كاين 4 أو 3 ديال الكتب في المغرب كامل. سول شنو هو الكتاب اللي كتخدموا به في المؤسسه الثانويه ديالكم وتواصلوا معايا، غادي نصيفط لكم PDF باش هكا غادي يبقاو ديما عندك الدروس والتمارين في الجيب. القضيه الثالثه نقط المراقبه المستمره في ماده اللغه الانجليزيه كتحسب بهذه الطريقه. كل دوره كيكون فيها فوريد اللي هو كويز زائد جلوبال تيست. كيكون كويز نمبر 1 زائد كويز نمبر 2 زائد جلوبال تيست. المجموع ديال لي كويز كاملين يساوي 30%. النسبه ديال الجلوبال تيست تساوي 30%. النقطه اللي كيحط الاستاذ في الشفوي للتلميذ تساوي 40%. هذه النقطه داخل فيها الدفتر الهوم وورك، داخل فيها كلاس روم بارتيسيبيشن، ديسيبلين، البروجيكت، اكسرسايز. مثلا جوج ديال التلاميذ تلميذ جاب في الكويز الاول 5 على 10، في الكويز الثاني 4 على 10، الجلوبال تيست 7 على 20. الاستاذ عطاه النقطه ديال المشاركه لانه كيشارك وكيكتب الدروس ديالو، عطاه 15 على 20. في النقطه اللي غادي يلقى في المعدل غادي يلقى 10.8 على 20. اذا جاب المعدل في الانجليزي. تلميذ اخر جاب 5 على 10 في الكويز الاول، 4 على 10 في الكويز الثاني و7 على 20 في الجلوبال تيست. نفس النقط، ولكن الاستاذ في النقطه ديال المشاركه عطاه 8 على 20. اللغه الانجليزيه غادي يلقى فقط 8 على 20 لانه مش مزيان. وبالتالي ما تستهنوش بالمشاركه داخل القسم، بالدفتر ديالكم، بالانضباط ديالكم داخل القسم، لان هذاك السلوك ديالكم والخدمه ديالكم داخل القسم تساوي 40% من المجموع ديال العمل ديالكم. القضيه الرابعه والاخيره هي ان الامتحان الوطني غادي يكون ما بين 4 و 6 يونيو، يعني في شهر 6 ان شاء الله، والامتحان الجهوي غادي يكون ما بين 1 و 2. فالاستعداد المبكر هو الحل باش انك ما يتراكموش عليك المواد، كتخلي حتى السنه الدراسيه وكتبدا تبريباري، كتبدا تحفظ. هذا خطا كبير. في الاول غادي ندير واحد البروغرام، ما عندكش فقط اللغه الانجليزيه، عندك مواد اخرين. بارطاجي هذا الفيديو مع الاصدقاء ديالك، وما تنساش تخلي واحد اللايك واحد السبسكرايب في هذا لاباج، لان دايرين واحد لا سيري ديال الباك في الجيب. كل خطره كنبارطاجي معكم دي فيديو باش ان شاء الله هذا العام تجيبوا احسن نقطه في اللغه الانجليزيه. واي سؤال عندكم بخصوص هذا العام في اللغه الانجليزيه سواء اصحاب الاولى باك او اصحاب الثانيه باك، خليوا لي في لي كومونتير وغادي نكون معكم باش نعاونكم في اي حاجه احتاجيتوا. كان معكم تيتشر امين. See you in next video.